من الأفكار السامة الخبيثة اللي كانت بتتسحب كده في عقولنا ودخلت في عقلنا اللاواعي واحنا مش واخدين بالنا، وهي فكرة اني مفروض اكون ملاك. وفي سبيل هذه الفكرة وفي سبيل هذا المعتقد بفضل اقدم وابرر واتنازل واجي على نفسي علشان الاخر يشوفني ملاك، عشان الاخر يفضل شايفني شخص كويس، فده يديني مشاعر كويسة قوي عن نفسي. الله، ايه الكلام الجميل قوي ده اللي يجيب لنا اضطرابات نفسية. الفكرة دي ممكن تكون بدأت بشرارة بسيطة قوي، زي يا حبيبي ما تزعلش حد منك، يا حبيبي خلي الناس كلها تحبك، يا حبيبي ما تزعلش طنط وعمه، ما تزعلش اي حد. فيكبر الولد بهذا المعتقد ان انا مش مفروض ازعل حد، ومفروض علاقتي بالناس لا تشوبها اي شائبة. وبناء على هذا المعتقد بيبدأ يتحرك في حياته على ان علاقاته بالناس المفروض تبقى كويسة دايما، حتى لو هيجي على نفسه، حتى لو هيتنازل، حتى لو هيجي على كرامته، حتى تحت اي ظرف انا هفضل اجي على نفسي عشان الاخر يحطني كده في مستطيل اني انا ملاك. فانا لما هشوف الاخر شايفني ملاك، انا هرضى عن نفسي وهحب نفسي اكتر، وبجد هاخد مشاعر كويسة قوي، وهاخد احتياجاتي النفسية من هذه النظرة. وبناء على هذه الفكرة وعلى هذا المعتقد اللعين، الشخص فعلا ممكن يصدق انه فعلا ملاك. فلذلك لما بيجي يعمل اي حاجة غلط بيحس انه ايه ده، لا انا منزه، انا مش المفروض اعمل حاجة غلط، انا المفروض ملاك، ونظرة الناس اللي حواليا دي والناس اللي شايفيني ملاك، لا انا مش هينفع اعمل حاجة غلط. فيبدأ الشخص ما يتقبلش الخطأ اللي هو عمله، ويبدأ الشخص يتنصل من آدميته، ويشوف انه لا انا مش المفروض اكون زي الناس اللي بتخطئ دي، انا المفروض اكون في منزلة عليا قوي، حاجة كده ما تنفعش تخطئ اصلا. وبناء على هذه البنية الصراعية ما بين كوني إنسان بشر بعمل أخطاء، وما بين كوني ملاك، ما بين معتقد أنا عايشه إني مفروض أكون منزه جدا، فده بيعمل لي صراع نفسي، وهذا الصراع بيؤدي بيا إلى أحد الاضطرابات النفسية. أنا إنسان، يعني أنا بشري، ممكن أعمل حاجات صح وممكن أعمل حاجات غلط عادي جدا. معنى كوني ان انا انسان فانا محتاجة اعيش ده واصدقه فعلا جوايا، علشان ما اضطرش ان انا افضل الطرف اللي عمال يحرق طاقته في العلاقات، الطرف اللي عمال يقدم ويتنازل علشان الناس تفضل شايفاه ملاك. مش مهم تشوفني ملاك، مش مهم علاقتي بيك اصلا تبوظ، مش مهم علاقتي بيك تتقطع. محتاج تفهم ان انت مش علبة لبن جهينة، يعني انت شخص مش مبستر، مش مفروض ان انت تبقى مغلف كده في كفر. لا، علاقاتك بالناس هتبقى عاملة زي الأسانسير، فيها طالع وفيها نازل، وفيها ناس انت بتقربهم وناس بتبعدهم، وانت اللي هتعمل ده بنفسك أصلا. رفضك لتقبلك انك انسان بيزود حساسيتك جدا في علاقاتك مع الآخرين، وبيزود أحكامك على نفسك، وبيزود شعورك بانك مذنب. كل ما زادت هذه المشاعر وتمكنت منك، كل ما زادت أفكارك تجاه نفسك وأحكامك على نفسك، كل ما زادت حدة بنيتك الصراعية، وكل ما اضطرابك النفسي كان أشد حدة. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا اؤمن من جوايا ان انا فعلا انسان. انا مش محتاجه ان انا اقعد اتصنع ان انا ملاك، ومش محتاجه اقعد ابين للناس واثبت لهم انه والله العظيم انا ملاك. لا، انا مش ملاك، عادي، شوفوني زي ما انتوا عايزين تشوفوني، شوفوني حلو، شوفوني وحش، المهم ان انا اعيش فطرتي علشان اقدر اتمتع بجزء من السواء النفسي، وبالتالي تقل حدة الاضطراب بتاعي. البنية الصراعية اللي انا عايشها هتبدأ تنخفض تماما، وهبدأ اشعر بشيء من السواء لاني عايش فطرتي.